مساء الخير. الحياة اللي بنعيشها بقت كلها أعباء، توتر، قلق، مسؤولية، إجهاد. ولما مش بنمتلك ونحقق اللي احنا عايزينه من نجاح، سعادة، حب، صحة، غنى، بنحس بندم، حزن، وساعات غضب، وأحيانا غيرة. وبنحاول نهدي المشاعر دي بشوية مسكنات زي أكلة حلوة، خروجة، سفرية، بس للأسف مفعولها بيروح بسرعة قوي. ايه رأيكم لو نتعلم الطريقة اللي تخلينا نمتلك ونحقق الحاجات اللي نفسنا فيها، نتعلم الطريقة اللي تخلينا نعيش ونستمتع بالحياة، ونلاقي إجابات لأسئلة كتير بندور عليها طول الوقت، ونتجاهل صورتنا القديمة أو اللي مش حابينها واللي ممكن تكون اتفرضت علينا نتيجة ظروف الحياة، ناس عشنا معاهم أو تجارب مرينا بيها وإحنا أطفال أو لما كبرنا، ونوصل للتوازن بين القلب والروح والعقل. وساعتها بس هنقدر نشوف الصورة كاملة. برنامجكم الصورة كاملة هنرسم معاكم الطريق في رحلة التغيير، وهيكون معانا في أول حلقة سهيلة العاصي. سهيلة العاصي هي كوتش ومعالج نفسي. يا أهلا يا سهيلة. أهلا بيك يا نو. إيه رأيكم نتفرج على فيديو صغير ونرجع نكمل كلام؟ أنا حاسة إني ماليش لازمة، مش لاقية معنى لحياتي، عمري بيتسرق مني. أنا مشتتة وباخد قرارات غلط وأجلد نفسي بعدها، مش راضية ومش سعيدة ومش عارفة أتبسط، بقيت من غير روح وبقول أهي أيام وبتعدي، طول ما الحياة ماشية أنا ماشية، بس حاسس إن في حاجة غلط، مش عايز أخد الحياة مسلمات. عقلي بيدور على المعنى من ورا كل حاجة بعملها، بس الأصوات اللي جوايا وأصوات الناس اللي حواليا دايما بتوقفني ومش عارف أنا عايز أعمل إيه. ليه كم الصراعات الداخلية والنفسية دي؟ ليه بنعاني؟ أولا مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين. خلينا نبتدي كده بحاجة بسيطة لمقولة قالتها دكتورة إليزابيث روس، هي طبيبة نفسية روسية أمريكية. قالت إن كل العظماء اللي شفناهم في حياتنا هم ناس عرفوا المصاعب وعرفوا المشاكل وعرفوا الصراعات وعرفوا المعاناة، ولكنهم عرفوا الطريقة التي يتعاملوا بها مع كل ذلك. خلاص؟ معنى كده إن هي الحياة مليانة معاناة ومليانة مشاكل، ولكن إحنا محتاجين نعرف الطريقة اللي نتعامل بيها مع ده. طيب خلينا ناخد بقى المعاناة ونفرق ما بينها وما بين الألم versus المعاناة. طيب الألم خلينا ناخد مثال بسيط عليه. لو أنا اتخبطت أو أنا اتعورت أو أنا عملت حادثة بسيطة، فأنا عندي كده دلوقتي جرح عمال ينزف دم. طيب الجرح ده أنا لو فضلت ساكت عليه وعمالة أبص له، عمالة أعيط، عمالة أقول أنا موجوع أنا موجوع وما بتحركش ما بعملش حاجة، فأنا هفضل في معاناة طول عمري. ولكن الألم هو إن أنا آخد بشجاعة نفسي لدكتور يفتح الجرح، ينظفه، يطلع الصديد اللي جواه ويخيطه بنظافة ويتقفل تاني على نظافة، فبالتالي هيفضل في الآخر مجرد كده ندبة بسيطة. أنا مش موجوع، ولكن هي فكرتني بشجاعتي، فكرتني بغلطتي مثلا، فكرتني بإن أنا ما أدخلش الموقف ده تاني. عارفة عاملة زي كده زي جروح المحارب اللي خارج كده من الانتصار، بس هو جواه فخر وشجاعة باللي هو أنجزه. الحاجة التانية ان احنا محتاجين نفهم يعني ايه نفس، يعني ايه انسان. احنا بشكل بسيط جدا، احنا لو جبنا جهاز في البيت بنفتح الكتالوج بتاعه ونشوف التعليمات بتاعته، بنشوف ايه الانستراكشنز بتاعته والتحذيرات بتاعته. طيب فما بالنا بقى بين روح عايشة جوانا، انسان. انا من اول رحلة من ساعة ما بتولد لحد ما اموت، انا محتاجة اتعرف على مكوناتي. يعني ايه نفس؟ مكونات النفس البشرية. انا عبارة عن ايه؟ انا عبارة عن نفس، عبارة عن قلب، عبارة عن عقل، عبارة عن روح. كل دول بدلتهم الجسد. فإحنا اللي احنا شايفينه من بره هي الحاجة المادية فقط. يعني أنا عييت، أنا بطني بتوجعني، عندي قولون، whatever أي مرض نفسي، أي مرض عضوي، بروح لدكتور وألصم العرض اللي طلع لي. لكن هو ده مش العرض، ده مجرد عرض لحاجة ليها جذر جوه في العقل والقلب والروح. ده طبعا لما بيحصل عدم تكامل او تشتت ما بين العقل اللي بيقول حاجه، القلب بيحس بحاجه، الروح بتقول حاجه ثالثه خالص، فيبتدي الجسد يرد عليهم زي ما يكون مرايتهم. لكن احنا ما بنشوفش غير الظاهر اللي بره، واللي جوه سايبينه ومنصمينه وما بنتعاملش معاه خالص.
عندنا كمان ايه بقى اللي يخلي العقل والقلب والروح دول منسجمين مع بعض؟ في حاجه قالها لنا دكتور فيكتور فرانكل، ده مؤلف كتاب البحث الانسان يبحث عن معنى. هو الكتاب ده جاله الهام من لما كان هو احد الناجين في المعتقلات النازيه في اليهوديه زمان، وهو طبيب نفسي نمساوي. هو ألف الكتاب ده لما ابتدى يتأمل هو الإنسان بيعمل كده ليه، إيه المحرك اللي بيخليه يعمل الحاجات دي. فبالتالي ألف الكتاب الإنسان يبحث عن معنى. إحنا كلنا بندور على معنى، بنعمل كده ليه. ده بيفسر لنا إحنا ليه بني آدم وبني آدم في نفس الموقف حد يتصرف بشكل والتاني يتصرف بشكل آخر، لكن إحنا ما بنبقاش شايفين اللي جوه أو المحرك البنزين اللي بيحركه هو إيه. طيب يبقى أنا عندي معنى أساسي محتاج أعرفه، أنا بعمل كده ليه في حياتي، أنا عايش ليه، أنا بعمل الأهداف دي ليه، من أول هدف الكبير إن هو أنا عايش ليه، الأهداف الصغيرة بقى أنا بشتغل ليه، بتحرك ليه، بربي ليه، بتجوز ليه 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 ليه. فهو ليه الإنسان كله عبارة عن ليه. كل ما الليه دي كانت بشكل بوزيتيف أو راحة ناحية الإيجابية، كل ما الإنسان يتحرك بشكل صحي بمعتقداتي أنا، بظروفي أنا، بأسلوبي أنا، بشخصيتي، بتركيبتي أنا. كنت حكيت لي حاجة قبل الهوا على الفراعنة، بما إننا بنتكلم على القلب والروح والعقل. هو احنا محتاجه اقول في النقطه دي ان احنا بما اننا اتكلمنا عن التكامل ما بين القلب والعقل والروح، فمحتاجه اقول ان احنا الفراعنه كانوا زمان كانوا بيعملوا لنا بابداعاتهم ورسوماتهم، بيبعتوا لنا رسائل كده ان احنا يعرفونا يعني ايه نفهم الدنيا ازاي. فكان عندهم هم اعتقاد ان الانسان بيبقى مخلد بعد الموت، فكانوا لما الانسان يموت بياخدوا اعضاء معينه يحنطوها. كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا القلب يحنطوه، لان هم معتقدين ان القلب هو ليه الخلود. حتى ربنا قال لنا الا من اتى الله بقلب سليم، فهو محتاجين نشوف القلب ودوره. طيب كان بياخدوا ايه بقى في العقل اللي هو متصدر القايمه دلوقتي وما بنستعملش غيره حتى بالمنطق بالمشاعر؟ كان بياخدوا العقل كده يصفوه من الانزيمات والميه بتاعته وبيرموه في الزباله. في الزباله. يعني اللي احنا مدينه كل الاهميه وكل الدور الاساسي في حياتنا. احنا بنمنطق بيه الروح وبنمنطق بيه المشاعر ومدينه دور قوي جدا، فبيزيد القلق، بيزيد التوتر. فبالتالي دور العقل مش واخد دوره، الوظيفه بتاعته، القلب مش واخد الوظيفه بتاعته، الروح مش واخد الوظيفه بتاعتها، فيحصل ان الكتالوج النفسي اللي هو الاساسي عشان نتكامل بيكون باظ خالص. طيب ازاي اقدر اوصل لفكره السلام النفسي، وايه هو اصلا مفهوم السلام النفسي؟ طيب السلام النفسي كلمه بسيطه احنا بنقولها كل يوم، انا محتاجه هدوء، محتاجه ارتاح، محتاجه استقرار، لكن هو رحله من ساعه ما بتولد لحد ما اموت. السلام النفسي ايكوال الرضا. انا عايشه في سلام نفسي، اذا انا راضيه عن كل حاجه بتحصل لي في حياتي، سواء نيجاتيف او بوزيتيف، سواء يمين او شمال، ايا كان النتيجه. طيب الرضا ده هجيبه منين؟ زي ما قلنا الرضا هيجي ما بين ان انا قلبي وعقلي وروحي الثلاثه ماشيين على خط واحد، مش كل واحد ماشي في اتجاه. طيب الثلاثه ماشيين على خط واحد دول انا هوصل ازاي للرضا؟ اوصل لهم ازاي؟ انا محتاجه اتعرف على نفسي، محتاجه ادخل جوايا واقعد جواها كده واخرج كل اللي موجود في عقلي واللي موجود في قلبي من مشاعر واللي موجود في روحي، وافهم كويس قوي الكتالوج ماشي ازاي، واواجهه واتحرك، ويبقى عندي من القرار والعزم ان انا اخدهم واحسنهم لناحيه الاحسن. إذن هي رحله لاكتشاف النفس او اكتشاف الذات. مين ممكن يساعدني في الرحله دي؟ هل حد انا برتاح له وبثق فيه، ولا لازم يكون حد مختص؟ بصي، هو الحد المختص هو مفيش حاجه اسمها لازم ومفروض، ممكن اي بني ادم يساعد اي حد، ولكن لو احنا الاثنين انا وانت كده مثلا بنعاني واقعين في حفره، طيب احنا الاثنين واقعين، استحاله نعرف نطلع بعض. لازم محتاج حد من بره، حد موثوق فيه، حد جرب، حد عنده خبره، حد متخصص، ويكون ماشي الرحله قبلي، يكون عرف ازاي الطريق ان هو وصل للرضا والسلام النفسي. وعندنا عبر الزمن والتاريخ، من سواء من الدين او التاريخ او الفلاسفه او في كل البلاد عندنا حد وصل للمرحله دي وساب لنا حاجات نعرف نسترجعها ونعرف نستوعبها تاني ونعيد ترتيبها ونعرف الطريق مشينا بيه ازاي. بس هو الموضوع محتاج ايه؟ قرار واصرار. بس هي فكره كلها انا رايح فين، انا رايح محتاج الرضا، محتاج السلام النفسي، قد ايه ده مهم بالنسبه لي.
كلنا اكيد عايزين نتغير وعايزين نبقى في حته احسن، عايزين نغير حاجات عندنا مضايقانا في شخصيتنا، عايزين نكتسب مهارات نعدل فيها. في ناس بتعرف تعمل ده، وفي ناس ممكن تقول انا ظروفي غير، انا الوقت مش مناسب، التغيير ده رفاهيه. فمين بيعرف يتغير ومين لا؟ وليه ناس بتتغير وناس لا؟ مبدئيا ناس بتتغير وناس لا. اول حاجه محتاجين، اللي محتاج يتغير هو الفرق ما بينهم قرار. عندنا كده نظريه في علم النفس قالوها لنا واحنا بندرس، ان فرق ما بين 2 توأم مثلا عاشوا في بيت واحد بنفس الاب والام ونفس الظروف ونفس المدرسه ونفس كل حاجه ونفس التعليم ونفس كل حاجه لحد ما كبروا، وحد فيهم طلع مخترع والتاني طلع تاجر مخدرات. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هو علم النفس بيقول هي حاجه بسيطه جدا داخليه جوه نفس الانسان، هو القرار، ان حد قرر يمشي يمين او حد قرر يمشي شمال. فخلينا نقول اللي هيخليني فرق ما بيني وبين غيري، حد عايز يتغير او حد قرر يتغير وحد عرف وحد لا، هو الاول نية وقرار. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان احنا برضو مختلفين عن بعض، يمكن احنا بنقعد نعمل مقارنات ما بيننا وبين بعض، ده مثلا عمل كذا وتقييمنا للامور مختلف. معاني النجاح عندنا بس برضو كمان بقت مختلفة، ان انا محتاجة ابص لرحلتي الشخصية، انا ليا رحلة فريدة بتفاصيلها شخصية مع ربنا، بدليل ان انا بقف كل واحد فينا او انا بقف اتحاسب قدام ربنا لوحدي، لان انا ليا رحله خاصه. فانا محتاج ان انا وانا ماشي في طريقي ابقى باصص قدامي، مش باصص لحد لا يمين ولا شمال. ده غير بقى تركيبتنا المختلفه وشخصياتنا المختلفه واقدارنا المختلفه وظروفنا المختلفه. فمحتاجين ان احنا يبقى عندنا شويه مرونه. وهنا نيجي بقى لمعنى المرونه. في علم النفس برضو عندنا حاجه مفهوم اسمه الصمود النفسي، الريزيلينس. يعني ايه صمود نفسي؟ لو انا الحياه بتتحرك وبتتغير وفي متغيره كل يوم، وانا جامد واقف ناشف في مكاني، ايه اللي هيحصل؟ اول خبطه هتجيلي سواء صغيره او كبيره هتقوم خبطاني كسراني طول ما انا جامد وناشف وثابت في مكاني. ولكن انا لو بقى عندي من المرونه ضد مصاعب الحياه، لان الحياه فيها الاثنين، وعدم قبولنا لده هو ده اللي بيعمل مشاكل جوانا. محتاجين نكون عندنا قبول اكتر للي بيحصل، لان الحياه فيها فشل، فيها خساره، فيها يمين، فيها شمال، فيها كل حاجه. فانا لما يبقى عندي مرونه هبقى عامله زي كره الضغط كده، يحصل لي مشكله ارجع تاني، يحصل لي مشكله ارجع تاني. فبقى عندي من الخبرات الحياتيه والنفسيه اللي تخليني اعرف اتعامل مع المشكله او المصاعب دي او التحديات اللي بمر بيها. اكيد ده هياخد وقت، عشان بس الناس متبقاش فاكره الموضوع سهل قوي، انه كتير بنتعرض لصدمات، بس اكيد هنقع في فتره. فبناخد وقت قد ايه، او امتى فعلا ابقى اللي هو لا انا هقدر اواجه اي حاجه ومش هيهمني، انا جامده جدا؟ طيب هو احنا وقت قد ايه دي محدش يقدر يجاوب عليها خالص، يعني لان زي ما قلنا هي كل واحد ليه رحلته وتفاصيله اللي مع ربنا، فحد يقدر يوعدك هتاخديها قد ايه دي بتفرق حاجات كتير، اقدار ربنا وتركيبه كل شخصيه واستعداده النفسي وجيناته وحاجات كتير جدا. طيب السؤال الثاني حضرتك بتقولي ازاي فعلا ابقى لما اتعرض لحاجه واقع ابقى متقبله فكره الوقوع؟ لانه ساعات الواحد بيبقى لا هو انا ازاي اقع وازاي اتوجع وازاي، ساعات بتبقى النفس عزيزه قوي على الواحد فمش عايز يحس الاحاسيس دي، بيستكبر المشاعر دي. طبعا هو قبول الضعف الانساني دي اهم حاجه. خلق الانسان ضعيفا، فخلينا نتفق على القاعده دي ان احنا عندنا ضعف انساني وبشري محتاجين نقبله. فكلنا بنقع، كلنا بنغلط، وكلنا محتاجين حد يدعمنا. فان حد يدخل على رحله التغيير او ان هو يغير من نفسه بحيث انا شجاعه وانا هعمل وانا هغير، دي بتبقى يعني ايه كتيره وصعبه قوي على النفس البشريه، لان زي ما يكون احنا بنعمل ايه اعاده تربيه لنفسنا. فاعاده التربيه لنفسنا دي من اول وجديد واحنا عايشين مثلا سنين بطريقه معينه وعايزين نعمل شيفتنج ما بين اليمين والشمال، ده هياخد وقت. كاننا كده ماشيين في طريق ومديه اشاره بالعربيه يمين، طول ما انا مديه اشاره بالعربيه يمين وانا فاكره ان هو ده طريقي، وفجاه انا قررت وغيرت طريقي وغيرت اتجاهي وعرفت ان انا عايزه امشي الناحيه الثانيه. طب انا لو عايزه امشي الناحيه الثانيه الشمال هعمل ايه؟ هل هجيب الاشاره شمال واروح جايه باقصى الشمال؟ ههدي، هبص ورايا، هبص شمالي. بالظبط كده، هاخدها واحده واحده بالصبر والاصرار والمثابره، واكيد هلاقي في الطريق مطب فههدي وهطلع عليه بالراحه وارجع اكمل تاني بسرعه. فهي كده زي ما نكون بندي مثال كده ان احنا رحله التغيير محتاجه صبر واصرار.
عندنا برضو يعني في كده يعني احداث اللي بتحصل حوالينا عن الانتحار الحديثه اللي بتحصل وسمعنا عليها الفتره الاخيره. ده برضو من ضمن المشاكل اللي خلينا اقول لك يعني ان فيها شويه يأس، عدم صبر وعدم احباط. طبعا وليهم كامل التقدير اللي حاسين بيه، لان الظروف دلوقتي بقت ضغطه جدا على الناس. ولكن احنا عندنا محتاج صبر واصرار وعزيمه، ان انا مش اول ما هدوس على زرار التغيير او على زرار ان انا اكتشف نفسي واتعرف عليها ان انا هلاقي التغيير حصل فورا. لا، دي رحله، وهو ده هدف وجودنا اصلا على الارض، هو ان احنا نتعرف على نفسنا، نتعرف على ذاتنا، لان هدفنا الاسمى كلنا هو وصول للرضا، وبالتالي للمعادله اللي بنقول عليها السلام النفسي. بس ساعات في الرحله دي، رحله الاكتشاف ده، بنلاقي حاجات في وشنا كده غير متوقعه، حاجات علينا الباطن مخزنها. انا بس عايزه نواجه ده ازاي، نبقى مطمنين انه مش معنى ان في احساس دلوقتي بالعجز او الاحباط او الخنقه انه في حاجه كويسه جايه قدام، لان الواحد بيبقى ساعتها مش شايف كل ده، شايف الحاجه اللي هو محطوط فيها. ده حقيقي. احنا دلوقتي زي ما يكون حد دخل جوه اوض نفسه المقفله وقرر يفتحها وينظفها، هيطلع عليه تراب. طيب وانا شايف ان انا هيطلع عليا تراب وهنضفه وهعمل اعاده ترتيب لمعنى كل شيء في حياتي وشخصيتي وتركيبتي. طيب هبقى متوقع ان انا بعد ما هنضفه الدنيا هتتروق تاني، يبقى انا عندي رؤيه ان انا شايفه ان انا بعد ما هروق ده الدنيا هتتنضف تاني. فبيبقى عندي رؤيه بعيده، انا شايف هنا الترويق، انا شايف هناك حاجه حلوه هوصل لها، فبيبقى عندي زي بنزين بيحركني عشان يوديني هناك. فانا محتاجه احط ايه؟ محتاجه احط ليه قويه. امسك ورقه وقلم وبقعد اكتب انا ليه محتاجه اتغير، انا ليه محتاجه اشتغل، انا ليه محتاجه اتجوز، انا ليه محتاجه اوصل للرضا او السلام النفسي. السبب، الهدف، البنزين. وانس ان انا زرعت البنزين جوايا فهو هيحركني. بالتالي انا مش هعمل اي مجهود غير ان انا هحط خطوات بسيطه عشان اسعى لتحقيق الهدف، وهتحرك. والخطوات دي تكون خطوات بسيطه بقدر مجهودي، بقدر استطاعتي النفسي والمعنوي والمادي. محدش يضغط على نفسه ولا يقول انا هعمل، يبص لغيري ولا يقول ان غيري قدر، ولا مقارنه وانا ما قدرتش، اصل هو عنده كذا وانا عندي كذا. امكانيات كلها اقدر اتحرك بيها في ظل الامكانيات الموجوده حاليا. طب عشان يبقى كلامنا عملي شويه ومنطقي، وعشان كلنا نقدر نمر بالتجربه حيه، يا ريت في ختام كل حلقه او ان احنا نبقى عندنا زي تكليف او واجب او مهام كده، خطوات نقدر نمشي عليها ملموسه. فنقدر نعمل ايه عشان نطبق الكلام اللي اتكلمنا فيه النهارده؟ طيب بشكل ملموس، انا محتاجه الاول اطبطب على نفسي واحط لنفسي هدف لو بسيط خلاص، واخد القرار والنيه ان انا هاخده، وان انا هتحرك. محتاجه اغير نفسي، محتاجه اتحسن للافضل، محتاجه اوصل للرضا والسلام النفسي، محتاجه اتخلص من الضغط اللي انا عايشه فيه كل يوم. انا حطيت قرار وحطيت نيه، طيب وهدف. طيب بشكل بسيط، هو ده المعنى اللي كنا بنقول عليه في الاول، ان الانسان بيبحث عن معنى عشان هو اللي يحركه. فانا محتاجه الاول هحط الواي بتاعتي الاساسيه، ما لما بزرعها هي اللي بتحركني. فانا هجيب ورقه وقلم واقعد في منطقه ونظريه بسيطه في علم النفس اسمها الهير اند ناو، اللي هي هنا ودلوقتي. هنا ودلوقتي ده معناه ان انا قاعده هنا، لا تعبانه ورافضه اللي فات وده اللي بيسبب الاكتئاب، او قلقانه ومستعجله على اللي جاي وده اللي بيسبب القلق، وده اللي بيخلينا شايفين ان ال 24 ساعه ما بيكفوش، لان احنا مش قاعدين في الهير اند ناو، فمش مستقبلين ولا مستمتعين بكل لحظه بيحصل فيها ايه. وفي ناس بتبقى عايشه في الماضي كمان، فمش قادره لا تستمتع بالواقع ولا تبص لقدام. ما هو الماضي معناه ان ده اسباب من اسباب الاكتئاب، والمستقبل من اسباب القلق، والقلق والاكتئاب بقوا امراض العصر. فانا محتاجه اخلق المي تايم بتاعي او الوقت بتاعي اللي اقعد فيه في الهير اند ناو. هنا انا قاعده هنا ودلوقتي، محتاجه ايه؟ كتبت النيه والقرار بتوعي، محتاجه اربطهم بالواي. انا محتاجه مثلا اتغير عشان خاطر ابقى احسن، عشان اروح لربنا مثلا بقلب سليم. انا محتاجه اتغير عشان اتحسن مع ولادي، عشان اوصل للرضا والسلام النفسي، عشان علاقتي بجوزي تتحسن، عشان كل ما الواي كترت واتجددت كل يوم وفكرت نفسي بيها كل يوم، هتبقى زي ما اكون كده حطيت البنزين بتاعي بتاع كل يوم وفولت، فالعربيه هتتحرك لوحدها.
وهي ده انا بدي مثال بسيط بالعربيه عشان نقدر نقرب الشبه يعني. قد ايه الواي او السبب مهم، لانه هو اللي بيرجعنا تاني لو اتحطينا في احباطات او ازمات، انه انا عندي هدف رئيسي ده قدام عيني كده. فمهم قوي فعلا. طبعا اساسي ان انا اجدد كل يوم الواي بتاعتي، الليه بتاعتي، انا بعمل كده ليه. فلو حصل ان انا خرجت بره عن تعبت، احبطت، اي حاجه، الهدف البنزين هو اللي هيحركني ارجع له تاني. فيبقى عندي المي تايم بتاعي والهير ناو بتاعي والاجنده بتاعتي اللي تخليني كل يوم افكر نفسي بالبنزين بتاعي او الهدف بتاعي. كنت قلتي ورقه وقلم ونكتب. طيب هل مهم قوي انه الحاجه تبقى مكتوبه او اقراها بصوت عالي اسمعها كنوع من انواع التذكره، او ان هي دايما قدامي، ولا عادي انا ممكن تبقى في دماغي وخلاص طول الوقت؟ يعني هل استخدام الحواس ده مهم؟ طبعا استخدام الحواس الخمسه ده بيأكد الحاجه اكتر وبيزرعها اكتر في السي دي. عايزين اقول ان العقل الباطن ده لو انا هشبهه اقول بسي دي، هيزرعه في السي دي، هيسجله اسرع وهيسجله ويثبته اسهل يعني. ولكن في ناس ما بتحبش تكتب، انا من الشخصيات دي. فبعمل ايه؟ ممكن اسجل كل اللي انا عايزه اقوله لنفسي عن طريق الفويس نوت واسمعها لنفسي كل يوم. فبالتالي هي هتتسجل وهتشتغل لوحدها تلقائي اول ما ادوس على الزرار انا بعمل كده ليه، فيبتدي يشتغل تاني. انا بعمل كده عشان 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 كلها حاجات ايجابيه، فحالا هلاقي نفسي قمت اتحركت. فتبقى قدامي طول الواحد. بالظبط. ساعات الواحد بيبقى شايف حاجه قدامه بتبقى خلاص على طول. بالظبط. زي ما نسمع اغنيه على طول ونفضل نرددها واحنا مش عارفين احنا سمعناها كتير. فهي محتاجه كده ان احنا نعمل كده مع نفسنا. يعني بشكرك جدا يا استاذه سهيله، نورتينا. واكيد انا لازم نجرب الحاجه عمليا عشان نقدر نظبطها او نستعملها كويس قوي ونحقق فعلا الحاجات او نغير الحاجات اللي احنا مش حابينها. فعايزه اقول حاجه، اسالك كمان حاجه. لو حد مثلا اتحط في موقف معين او مش في احباطات بتحصل لنا كتير طول الوقت، فعشان الورقه والقلم دي موجوده، مثلا ايه اللي ممكن نعمله عشان افكر نفسي انا كنت قادره اعمل ده قبل كده؟ يعني في حاجه مثلا عملتها فارجع ليها. هو في تمرين كده بسيط احيانا بنعمله لما بنكون محبطين. برضو بنقعد كده مع نفسنا برضو في منطقه الهير ناو، لان هي دي المنطقه اللي عايزه اقول اللي احنا نمتلكها. لما ما بنمتلكش حاجه غير دلوقتي اللحظه اللي احنا عايشين فيها. فارجع كده بالذاكره لورا، اسال نفسي ايه اكتر موقف زمان انا عشته كنت قادره انفذ فيه الحدث ده. اشكرك. خلصت حلقتنا النهارده، ولكن مشوارنا ورحلتنا مع التعافي والتغيير لسه ما خلصتش. هنكمل معاكم الرحله كل خميس. تابعونا على صفحه البرنامج الصوره كامله على الفيسبوك، وابعتوا لنا افكاركم واسئلتكم والمواضيع اللي حابين تتكلموا فيها، وشاركوا معانا الواجب اللي خدناه النهارده عشان نفضل دايما على تواصل، ونشوفكم على خير.